طبعا انا متفق تماما ان الرد ده مش رد مدرب محترف. انا عندي فرصه ب5 تغييرات. واي نوت اللي انا اخد تغيير او 2 او 3 انشط الفرقه شويه. وخاصه اللي انت كمدرب عارف ان الفرقه جايه من فتره قصيره 3 4 ايام، فلعبوا مباراه العوده من دار السلام، رجعوا استاد القاهره، فبالتالي انت محتاج لعيبه تنشط الفرقه. وبعدين انا مش شايف اللي هي عيب وحرام اللي هو يغير 3 تغييرات. ده بالعكس، ده دليل، مش عايز اقول افلاس، لا كمان ما عندوش رؤيه. يعني على فكره كولر انا ما بنتقدوش، لا انتقد كولر، لكن على ارض الواقع التصرفات اللي بيعملها وفي المؤتمر الصحفي والتغييرات اللي بيعملها مش مثمره. فبالتالي انت يعني ازاي كمدير فني بحجم نادي بتدرب نادي بحجم النادي الاهلي الكبير العظيم صاحب التاريخ في قاره افريقيا وفي العالم العربي وهيلعب في كاس العالم للانديه، وفي الاخر انت زعلان بتعمل تغيير واحد؟ ده انت بتلعب سيمبا. هو انت ما كانتش هتعمل تغيير واثنين وثلاثه قدام سيمبا، هتعمل قدام مين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بحس بالنغمه كولر اللي هو بدا يبقى احس اللي عنده استهتار شويه، مش قادر اللي هو يعني يوصل يتعامل مع الصحافه بشكل افضل من كده. وبدا يقول خلاص كفايه، لا ده اخر سؤال. ده يعني حتى ما كانش الاول كده، الاول ما كانش كده، كان بيجاوب على الاسئله طب في اي حاجه، ثانك يو، هاو ار يو، لطيف يعني. بعد كده في الاخر جود باي يعني. فبالتالي يعني انا حاسس ان هو اتغير. مش عارف بقى هل ارانا، هل عرف بقى الطباع بتاعنا، هل اتمصر يعني او اتمصور يعني بقى مصري خلاص، عرف الناس بتتعمل ازاي. لكن انا بدعوه، المصريين ظراف، انا عارف زي الفل طبعا. هو في احسن ده الدنيا طبعا طبعا، هو في احسن مصريين. اعظم بلد ربنا خلقها في العالم هي مصر، على الحمد لله، وشعب مصر. ونقدر ان احنا نعمل حاجات كتيره جدا جدا على ارض الواقع. لكن انا بتكلم ان كولر لازم يراجع نفسه ولازم يشتغل شويه. لان الناس رجعت فسرت قالت اصل سيد عبد الحفيظ، بس سيد عبد الحفيظ ما بيتدخلش في الشؤون الفنيه، ولا خالد بيبو. كولر هو اللي بيسوق، يعني هو المسؤول عن القياده الفنيه للنادي الاهلي، وبالتالي مطلوب منه اكتشاف عناصر. انت ما تشوف 2003 تطلع منها لعيبه، وبالفعل النادي الاهلي في 2003 فيه لعيبه تقدر اللي هي تكمل في النادي الاهلي، ومطلوب راس حربه نموذجي، وليس اللعيبه اللي هي 35 سنه اللي جاي يبطل تقريبا في النادي الاهلي. ودي مشكله كبيره جدا، واللي جابه برضه يتحاسب. وزي بالظبط ما قلنا على النادي الزمالك اللي زي خالد بوطيب اللي جنة ده، يعني خالد بوطيب دي مشكله. ده انا هقول لحضرتك ده مصيبه سودة. ده خالد بوطيب جاي من نادي درجه ثانيه في فرنسا، كان بياخد في الزمالك 66 الف دولار تقريبا، او 68 الف دولار في الشهر. تخيلي خالد بوطيب اللي كان 33 سنه، نفس القصه. يعني الاهلي عامل سنه بس مع بودست